الفيلم بكيت اللي بتصحى وهي عم تصرخ، وبتلاقي حالها بغرفة كلها بيضة وشكلها غريب، وبتكون لابسة بس ملابس داخلية وبتكون فاقدة للذاكرة وما عم تتذكر أي شيء. وبالغرفة ما بيكون في غير فرشة واحدة على الأرض، والغرفة ما فيها غير باب واحد، وبتصير كيت تخبط على الباب على أمل حدا يساعدها. بعد شوي بتصير تسمع صوت صريخ وصوت حيوانات مخيف، فبتقعد بالزاوية وهي خايفة كتير. وبعدها بتختفي الأصوات وبصير الضوء يشعل ويطفي، وبعدها بيطفي ولما بيرجع بيشتغل بتلاقي الباب انفتح لحاله. فبتطلع لبرا وبتلاقي ممر وضوء ضعيف، وبتلاقي غرفة تانية فيها شاب اسمه جاك، وبصير يطلب منها تفتح الباب، ولما بتفتح له بتلاقي حالته مثله، والاثنين بيكونوا مو متذكرين شي وبصيروا يمشوا بالمكان لحد ما يصلوا على باب حديد مقفول. ولما بيطلعوا منه بيلاقوا باب حديد تاني مفتوح، وبيطلع قدامهم شاب اسمه تشارلي وبنت اسمها ستيسي، وبيلاقوا حالهم انهم كلهم بنفس الحالة، وبيقرروا انهم يفتشوا المكان على امل انهم يوصلوا لاي شيء ويلاقوا مكان للخروج. وبيمشوا كيت وجاك وبيفوتوا على غرفة وبيلاقوا فيها شي بيشبه التابوت، وبتقله كيت انه هالمكان كأنه مكان للتعذيب. وبعدها بيسمعوا صوت وحش. شارلي وستيسي بيفوتوا على غرفة فيها كتير كتب ولوح مكتوب عليه مجموعة من الكلمات، وبعد ما يمشوا كمان هن بيسمعوا صوت الوحش، وبيلاقوا درج لتحت وكله عتمة. وستيسي بتكون خايفة كتير انها تنزل، بس تشارلي بيحاول يشجع حاله وينزل. ولما بينزل لتحت بيلاقي مسبح كبير وفي بنت عم تسبح وبيكون اسمها أمبر، وبتلحقوا ستيسي وبتنتبه لهم أمبر وبتقلهم اطلعوا لا تتخبوا ورا الحيط. فبيطلع لعندها تشارلي وبصير يحاكيها ويحاول ياخد منها شوية معلومات، فبيستغربوا منها وبيقولوا لها انه انتي ليش مالك خايفة ولا متوترة؟ فبتقلهم لأنها بتعرف انهم كلهم حيموتوا بالنهاية. وكيت وجاك وهنن عم يمشوا بيشوفوا رجال متسطح بمكان وبيكون ميت دماغيا ومربوط على أجهزة، وبيكون 8 شخص بيموت على هذا الجهاز. وبتطلع كيت على آلة وبتقله إنها حاسة إنها بتعرف شي عن هي الآلة بس ما عم تقدر تتذكر. وبيلاقوا مرايين للدكاترة فبيلبسوها، وبتنتبه كيت لصينية فوق وبتطلب من جاك ينزلها. ولما بيمد إيده جاك لياخد الصينية بتوقع وبتصدر صوت قوي، وبيعتقدوا إنه في حدا رح يسمعهم ويجي. وفجأة بيجي ديف وبيهجم على جاك وبيضربه، وبيمسك كيت وبيهددوا إنه رح يقتلها لأنه بيكونوا مفكرهم دكاترة، بس بيقولوا له إنه هن مو دكاترة، وبيلاحظ إنهم لابسين مثله فبيتركهم، وبيقلن إنه هو حاسس بتوتر ومفكر حاله لحاله بهالمكان ومو متذكر شي. وبتقله كيت إنه لازم يتحدوا سوا ليقدروا يلاقوا مخرج، وبيقلن ديف إنه لقى باب بآخر الطريق بس لما قرب منه انقفل أوتوماتيكياً. وبعدها بيلاقوا الخيال يلي بالمكان عم يتجمع بمكان واحد وبيتشكل على شكل غريب وبيغرس سهم ببطن ديف، فبيخافوا هنن وبيركضوا لبرا. ومنشوف كيان مخيف طلع من الباب وسحب ديف. وبيفوتوا كيت وجاك على غرفة التعذيب، وبتقله كيت خلينا نهرب فوراً ونلاقي مكان نقدر نهرب منه. فبصيروا يركضوا والخيال بيكون عم يلحقهم، وبآخر لحظة بيقدر جاك يفوت على الغرفة البيضة وينجو من الخيال. وبيكون جاك تعرض للكثير من الجروح وبتضمت له كيت جروحه. بعدها بيطلعوا من الغرفة وبيلاقوا الدرج المعتم يلي نزلوا فيه تشارلي وستيسي، وهن ماشيين بيلاقوا آثار أقدام بالمي باتجاه غرفة تبديل الملابس. فبيلحقوا الآثار وبيفوتوا على الغرفة بس ما بيلاقوا حدا، وبيطلعوا لعندهم تشارلي وستيسي، وبيقلن جاك إنهم قابلوا شخص اسمه ديف وإنه ظهر خيال أسود وقتله، بس تشارلي ما بيكون مصدقه، وبيقلن إنه ديف قال إنه لقى باب للخروج. فبتقلن أمبر خلونا نروح نشوف هذا الباب، وبالفعل كلهم بيلحقوها، وبيصلوا على باب مصفح وعليه أكتر من قفل وفي كتير مفاتيح على الأرض، وبيقدروا بعدين إنهم يفتحوا الباب. وبيحذر جاك كيت، وبيفوتوا من الباب وبينزلوا لتحت وبيلاقوا شخص اسمه ستيف مربوط، وبيكون مثلهم ذاكرته ممسوحة، فبيفكوا له قيوده وبينضم لإلهم، وهو بيحذرهم من المرة يلي موجودة بالغرفة يلي جنبه. ومنشوف إنه أمبر انسحبت بهدوء بدون ما حدا يحس. ومنشوف باب خشب ضخم مقفول وجوا في وحدة اسمها ميليسيا ومربوط على وشها قناع ومربوطة بجنازير. وبالرغم من تحذير الكل لكيت منها إلا أنها بتروح لعندها على الغرفة وبتفتح الباب. وبعدها منشوف الخيار رجع وكان رح يقتل ستيف، بس ستيف بيقدر يتفاداه وبيوقع هو وجاك على الأرض. ومنشوف ميليسيا كسرت الضوية اللي بالغرفة وصارت كلها عتمة، وجاك بيقول للثلاثة إنه يمشوا من هون فوراً، وبيحمل ضوء وبيفوت على الغرفة وبيلاقي إنه كيت لسه عايشة بس ميليسيا ماتت وكلها دم. وكيت بتكون زعلانة على ميليسيا بس جاك بياخدها وبيهربوا. بعدها منشوف ستيف هاجم على أمبر، وبيجوا البقية وبيسأل جاك أمبر أنت ليش تركتينا ورحتي ولوين رحتي؟ فبتقله إنه كلهم حيموتوا مثل العالم يلي كانوا يشتغلوا هون من قبل. وبصير تشارلي يسأله إنه ليش كلهم مالهم متذكرين أي شيء، ومنلاحظ إنهم شاكين ببعض وحاسين إنه في حدا منهم بيعرف شيء ومخبيه. بعدها بتنتبه كيت لباب فبتاخد المفاتيح وبتحاول تفتحه، وبتفتح كيت الباب وبتلاقي غرفة فيها 8 خزاين وكل خزانة عليها ملف لكل شخص فيهم. وتشارلي بيطلع مبرمج كمبيوتر، وكيت دكتورة وستيسي مديرة تنفيذية، جاك محامي وستيف مجرم، وأمبر عارضة أزياء مريضة، ديف وميليسيا موظفين بالمؤسسة.
وبيلاقوا بخزانة كل واحد الأواعي تبعه، وبخزانة ديف بيكون في مسدس وكشاف، وستيف بياخد المسدس وبيخليه معه وبيمشي، وكلهم بيلحقوه وبيطلب من أمبر إنها توديه على الغرفة يلي صحيت فيها. وهن ماشيين بيسمعوا صوت تليفون عم بيرن وبيعرفوا مصدره وبيكون المكتب، وبيحاولوا يفوتوا بس الباب بيكون مقفول، وبيحاولوا كتير إنهم يفتحوه بس بدون أي فائدة. بعدها بتروح أمبر وبتورجيهم الغرفة تبعه وبتكون مختلفة عن غرفهم وحلوة، وبعدها بيرجعوا بيسمعوا صوت التليفون عم يرن وبيلاحظوا إنه الصوت جاي من ورا المراية، فبيصير ستيف يقوس على المراية وبيبلشوا يحطموها وبيلاقوا وراها غرفة، وبيفوتوا على الغرفة بس ما بيلحقوا التليفون، وبيكون شكل الغرفة مرعب وفي دم على كل الحيطان بس ما في أي جثة. بيتوقع ستيف إنه في كتير ناس انقتلوا بهي الغرفة، وبيشغل تشارلي الكمبيوتر وبصير يحاول يشوف أي شيء مهم عليه، وبيلاقي إنه كان في دكتور هون اسمه فريدريك، وهذا الدكتور كان يعالج بعض الأشخاص ويمحي ذكرياتهم، وهدول الأشخاص كانوا مرضى مصابين بصدمات نفسية، وبيشوفوا إنه أول شخص عالجوه هي أمبر وكانت مصابة بالقلق، وبيلاقوا باقي بياناتهم إلهم وبيتوصلوا بالنهاية إنه أمبر وستيف وجاك كانوا مرضى، وميليسيا وديف وتشارلي كانوا موظفين بهذا المكان، وستيسي كانت على قائمة الزوار، وكيت ما لها أي بيانات نهائياً. وبتطلع كيت على خريطة المكان وبتقولن إنه ما في أي باب للخروج غير إنه الطابق يلي فوق، بس بتقولن إنه الخروج مو سهل بسبب الباب المغلق أوتوماتيكياً، فبيقترح تشارلي إنه يطفوا كل الكهرباء وهيك بيقدروا يفتحوا الباب، بس المشكلة إنهم بحاجة لابتوب، فبتقول له كيت إنها شافت واحد موجود بالمعمل، وبتضل أمبر وتشارلي مع بعض والباقي بيكملوا طريقهم على المعمل. ولما بيصلوا لهنيك ما بيلاقوا جثة ديف هنيك، والرجال الموصول بالأجهزة لسه بمكانه، وبالرغم من إنه الجهاز مسجل عليه 8 حالات، إلا إنه الرجال يلي عليه المفروض يكون رقم 9، لأنه عددهم كلهم 9 معه، وبيعتقدوا إنه ممكن يكون في واحد منهم عم يكذب كل هالفترة. فبيقلن ستيف إنه شاكك بتشارلي لأنه هو كان موظف بهذا المكان ولساته عايش، وبيقلن إنه يبقوا هون وما يشغلوا اللابتوب، وهو حيروح مع ستيسي لعند الباب. وبتنتبه كيت للإسوارة يلي على إيد الشخص المتسطح، وبتعرف إنه اسمه جاك روبرت، وبتندار على جاك وبتقله خبرني الحقيقة، فبيعترف له فعلاً إنه هن كان هدفهم بإنه يساعدوا العالم ويخلوهم ينسوا حياتهم القديمة البائسة ويبلشوا حياة جديدة، بس للأسف إنه في شي غلط صار، وبيقلها إنه جاك الحقيقي يلي متسطح على الأجهزة وآلة مسح الذاكرة ما قدرت تصل لدماغه لأنه راح لروحه، وروحه هلأ تحولت لهذا الظل المتوحش وعم تسعى لقتل الناس وسلبهم أرواحهم، وبيقلها إنه هو يلي قفل هذا المكان، ولهيك لا هو ولا الوحش بيقدروا يطلعوا. ولما بتعرف بأنه هو بيكون الدكتور فريدريك يلي تشارلي طلع بياناته على الكمبيوتر، بتسأله إنه هي مين بتكون، فبيقلها إنه هي بتكون زوجته، وبيقلها إنه ميليسيا كانت معارضة الفكرة وقالت لستيسي عن الموضوع، وهذا الشيء كان حيخلي التمويل تبع أبحاثهم ينمنع، مشان هيك اضطر إنه يمسح ذاكرة ميليسيا وستيسي. وتشارلي وديف ما كان عاجبهم يلي عم يصير، مشان هيك اضطر إنه يمسح ذاكرتهم هن كمان. بعدها بيرجع ستيف وستيسي، فبيهجم فريدريك على ستيف وبيغرز المشرط بكتفه، وكيت بتنادي لستيسي وبتقلها تهرب فوراً، وقبل ما يهربوا بتشغل الشبكة وبتضرب فريدريك وبيغمى عليه، وبيلاحظ تشارلي إنه الشبكة اشتغلت وبيقدر يفتح الباب وبينطفى الضوء، وبيروح تشارلي وأمبر باتجاه المسبح وبيظهر لهم الوحش وبيهجم عليهم، فبيركضوا وبينطوا بالمي، وبيقلها تشارلي إنه هو بيخاف من المي وبيطلع فوراً، وبنشوف الوحش ظهر بالمي وبيحاول تشارلي يحذرها بس ما بيلحق، وبيهجم عليها وبيطلع من المي وهي بتختفي. فريدريك بيصحى وبيحمل المسدس، وبيلاقي كيت وستيسي بغرفة التعذيب، فبيقفل عليهم الباب، وبصيروا كيت وستيسي يسمعوا صوت الوحش، وبتتذكر كيت كلام فريدريك بأنه الوحش بيعرف كل واحد من هويته، لهيك بتقول لستيسي تشلح أوعيها بس ما بتلحق، وبيجي الوحش فبتخاف ستيسي كتير وبتفتح الجهاز وبتقعد فيه وبتسكر على حالها، وفريدريك بيصل على الباب وبيلاقي هنيك ستيف يلي بيطعنه فوراً، بس فريدريك بيلحق يقوصه، وبصير فريدريك يمشي ويحاول يسرع ليطلع من المكان، بس الوحش بيطلع له وبيقتله. وتشارلي بيقدر يصل لعند كيت وبيركضوا باتجاه الباب، وبيلاقي الوحش بوش الباب فبيضووا عليه وبيقدروا يطلعوا، وهن برا بالغابة بيرجع بيطلع لهم الوحش وبيلاحقهم، وبيكون أقوى لأنه المكان بيكون كله عتمة، وبصيروا يركضوا وفجأة بيتفركشوا وبيوقعوا، وبيجي الوحش وبيكون رح يهجم عليهم، بس بتشرق الشمس وبيقدروا ينجوا. بيحاول الوحش إنه يرجع بس ما بيقدر، والشمس بتدمره، وبتصحى كيت وبتسأل تشارلي عن الوحش وبيقلها إنه الشمس دمرته، وبيمشوا وبيطلعوا من الغابة. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.